المرة دي أنا مش داخل بكوباية الكاكاو. ليه بقى؟ لأن أنا في الصيام وأنا مش هشرب صراحة كاكاو من غير لبن يعني. المهم، ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحلوين ودايما مبسوطين. حلقة النهاردة هي الحلقة الرابعة من سلسلة خلينا ندردش سوا، والحلقة دي هنتكلم فيها عن الرياضة وعن أهميتها في حياتنا. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة زي ما اتعودنا لازم تكون مخلص كل وراك ومجهز مشروبك، وأنا قاعد مستنيك عشان ندردش سوا. ويلا من غير رغي كتير تعالوا ندخل في موضوع حلقتنا. خلوني أبدأ وأقول لكم طريقي وقصتي مع الرياضة كانت ماشية ازاي من الأول. من 3 سنين ونص بالظبط، قبل ما أدخل تالتة ثانوي، قررت إني أغير شكل جسمي، لأن جسمي وقتها ما كانش عاجبني. خصوصا الفترة دي كانت فترة الكورونا والحظر، فأنا مكنتش بعمل أي حاجة غير إن أنا مأنتخ على السرير وبعبي كرشي في أكل بس، لدرجة إن أنا كنت شبه البرميل حرفيا. وهحط لكم صورتي هنا اهي علشان تشوفوا شكلي كان عامل ازاي. المهم ان انا خدت الخطوه واشتركت في جيم في وش المكان اللي انا شغال فيه، وده لان ما كانش عندي وقت انزل في اي جيم تاني. يا دوب كنت اخلص شغل الساعه 12 بالليل، اطلع الجيم، اتمرن ساعه ساعه ونص واخد بعضي ويا دوب الحق اروح علشان اعيد نفس اليوم تاني. بكره الصبح اصحى وانزل الشغل الساعه 12 لحد الساعه 12 بالليل واطلع الجيم واروح ولف بينا يا دنيا. الموضوع بالنسبه لي ما كانش سهل ولا مريح ابدا، بس كنت كل مره بقول لنفسي معلش لازم تتعب عشان لما توصل اللي انت عايزه تعرف ان تعبك جيب فايده وتشوف النتيجه وتبقى مبسوط بيها. وده اللي كان بيخليني اكمل وادوس على نفسي وعافر عشان اوصل اللي انا عايزه. وهحط لكم برضو صورتي هنا بعد ما انتظمت شهرين قبل ما ادخل تالتة ثانوي، من الشكل ده للشكل ده. برضو ما كانتش احسن حاجه، بس بالنسبه لي اني اوصل من الشكل ده للشكل ده خلال شهرين اتنين بس وسط الضغط اللي انا كنت فيه، دي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره. وبحكم اني خلاص كنت دخلت في تالتة ثانوي وابتديت فيها فبطلت اروح الجيم. بس كده كده تالتة ثانوي كانت كفيلة انها ايه تخليني اخس وما اتخنش زي الاول يعني. اللي في تالتة ثانوي هيبقى فاهم اللي انا بقوله. وبما اننا جبنا سيرة تالتة ثانوي فربنا مع كل طلبة السنة دي، ويوفقهم ويقويهم ويديهم على قد تعبهم ونيتهم، ويفرحهم بالمجموع والكلية اللي بيحلموا بيهم. واستنوا في حلقة هتتعمل مخصوص لتالتة ثانوي هتنزل قريب هحكي لكم فيها تجربتي وهيمكن تفيد ناس كتير السنة دي. المهم نرجع لموضوعنا. وزي ما قلنا من شوية ان انا بطلت اروح الجيم من ساعة ما دخلت تالتة ثانوي، بس كنت بحاول ان انا اتمرن يومين او 3 في الاسبوع في البيت علشان ما اضيعش كل التعب اللي انا تعبته. بس اول ما خلصت تالتة ثانوي انا رجعت انزل الجيم تاني، بس للامانة ما كنتش بواظب كتير، كان بيجي عليا فترات بنزل فيها وفترات برجع اقعد، كانت الدنيا متلخبطة. لكن في 2022 شهر 9 رجعت حطيت الموضوع تاني في دماغي وقررت ان انا لازم ارجع وواظب علشان اعمل ترانسفورميشن كويسة. وكان معايا واحد صاحبي بصراحة كان هو اللي بيساعدني وهو اللي بيديني البلان اللي بمشي عليها وبيوجهني وبيتابع معايا. واظن الكلام ده انا قلته برضو في الحلقة اللي فاتت بتاعت رحلة الوصول للهدف، بس ده كانت جزء بسيط عشان بس ايه نتكلم في اننا ازاي نوصل لهدف، لكن هنا هنتكلم بأعمق شوية. وبعد 3 شهور ونص بس مواظبة واستمرارية وصلت للشيب اللي انا هحطها لكم هنا دلوقتي دي. وقتها انا كنت فخور بنفسي وفرحان قوي بالترانسفورميشن اللي انا وصلت لها، برغم اني كنت بتعب كتير في التمرين وببقى حارم نفسي من اكل معين. ده غير كمان إن أنا في الفتره دي كنت بنزل كورسات والجامعه، بس كل ده ما كانش بيهمني وكنت بسعى للحاجه اللي انا عايز اوصل لها. ولو فضلت اوصف لك فرحتي قد ايه لما كنت كل يوم ابص في المرايه واشوف شكلي دلوقتي وافتكر شكلي زمان، انت عمرك ما هتعرفها. محدش هيعرف الفرحه ولا هيعرف درجه الانبساط اللي انا بتكلم عنها دي غير لما يكون جرب التجربه دي ذات نفسها. وانا واحد تجاربه مع الرياضه ما كانتش في الجيم بس، انا كنت بتمرن وانا صغير تنس وسباحه وتايكوندو، ودلوقتي بنزل جيم. بس اللي خلاني اتكلم بالاخص عن الجيم انها رياضه سهل ان الكل يلعبها. الواحد مننا لما بيدخل صاله الجيم بيحس ان هو دخل بيته، دخل مكان بيستريح فيه وبيطلع فيه كل الاسترس والطاقه السلبيه اللي عنده. بمعنى اصح رمى كل همومه على باب الجيم ودخل يطلع طاقته في اللعبه اللي هو بيحبها. وكل واحد فينا ليه الرياضة اللي هو بيحس فيها الإحساس ده. ممكن أنت بالنسبة لك تمرين السباحة ده يبقى هو كل حاجة ليك ومودك ما بيتغيرش غير لما بتنزل التمرين بتاعك، غيرك ممكن يكون تمرين الكيك بوكس، غيرك ممكن يكون بالنسبة له تمرين الكورة. الفكرة مش هتتمرن ايه، الفكرة كلها انك لازم تتمرن لعبة انت بتحبها عشان تعرف تأدي فيها وتبقى مبسوط وانت بتلعبها وتبذل فيها كل طاقتك. الرياضة هي اللي هتديك الثقة في نفسك، الرياضة هتعرفك على ناس شبهك عندها نفس الحلم اللي انت بتسعى له. الرياضة عمرها ما هتخليك مهزوز وهتشجعك على حاجات كتيرة قوي، وفي نفس الوقت هتكون بتجرب حاجة جديدة.
بدل ما انت قاعد على السرير ما بتعملش حاجة ويومك فاضي، شوف لعبة انت تكون حاببها وانزل واتمرن فيها وطلع كل طاقتك، وصدقني هتحس براحة عمرك ما حسيتها قبل كده. مش بس كده، انت كمان هتكون بتستثمر في نفسك وفي صحتك. انت جسمك وصحتك دول امانة من عند ربنا مديهم لك، هتتحاسب عليهم. فما تجيش انت تضيع ده بالكسل او بالشرب السجاير او غيره وغيره. قوم واتعب وعافر واضغط نفسك، ما تسيبش وقت فاضي في يومك، عشان عمرك ما هتحس بقيمة الحاجة اللي انت عاوزها غير لما تتعب لها. اللي بيجي سهل بيروح بسهولة، واللي بيجي بتعب عمره ما بيروح طول ما انت بتعافر عليه. خليك واثق في نفسك، واعرف انك قد اي حاجة. وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، مش عيب انك تقع في النص، احنا بني ادمين وبيجي علينا وقت بنتعب وبنقع وبنبقى اوت في مود. بس البني ادم الصح اللي عايز يبقى حاجة فعلا هو اللي لما بيتعب بيرجع وبيقوم وبيبقى احسن من الاول. لو انت بتتمرن رياضة معينة وبقالك فترة مبطلها، فلا، اظبط دنيتك وارجع تاني، وما تهدش كل اللي انت بنيته ولا تضيع التعب اللي انت تعبته. ولو انت لسه مبتدتش فقوم وابتدي، عشان قدام ما تجيش تلاقي نفسك خسران وتقول يا ريتني كنت ابتديت من بدري. كل لحظة تحت ايدك دلوقتي هتفرق معاك قدام وهتعمل لك قيمة. خليك طموح واحلم واتعب. ولو بتلعب لعبة معينة وبقالك فترة طويلة فيها وبتفكر تدخل بطولات ومزمزق، فلا، ما تزمزقش، ادخل وما تخافش، خد التجربة، مش هتخسر اي حاجة. المهم انك تجرب وتريسك. ولو البطولة ما جاتش من اول مرة فده عادي وطبيعي، نحاول مرة واتنين وتلاتة ان شاء الله 10 لحد ما ربنا يكرمك وتوصل اللي انت عايزه. المهم انك تثق في قدرات نفسك وما تيأسش ولا تستسلم ابدا. وصدقني محدش هيطلع كسبان من كل ده غيرك انت. بس كده، احنا وصلنا لاخر الحلقة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وفعلا فادتكم. وما تنسوش لو انتوا عايزين تناقشوني في اي حاجة بخصوص الحلقة، اكتبولي في الكومنتس وانا هقراها كلها. وبس كده، سلام.